أهلا بكم، أنا دكتور محمود ليسي. طبعا الكورس بتاع دكتور محمود غني عن التعريف. دكتور محمود معروف والكورس بتاعه كورس معروف. هي الحاجة اللي أنا انبسطت منها النهاردة فعلا اللي أنا بقى قلبي جامد. النهاردة مبسوط جدا إن أنا شايف كل التفاعل بتاع الدكاترة مع الدكتور محمود ومع المادة العلمية اللي هو بيقدمها. الأهم في العلم إنه يتطور، مش إن أنا أحتفظ بالعلم لنفسي. شرفنا جدا بدكتور محمود النهارده، انبسطت جدا، انا شخصيا استفدت جدا. الحقيقه انا اول حاجه عايزه اقولها النهارده كان في برين ستورمنج كبيره جدا. النهارده استفدنا كتير جدا، ازاي الواحد يغير طريقه تفكيره، ازاي الواحد يسيستم نفسه، يرتب حياته. اكيد المحاضره طبعا كانت جميله، ونحاول طبعا نحقق منها يعني او نطبقها ان شاء الله في حياتنا ونستفيد منها اكتر. ان كل كلمه هقولها النهارده هي واقع خبره حقيقيه. معلومات اول مره اسمع عنها، لاين جديد في حياتي، واتمنى من ربنا ان انا اتوفق وابقى عضو من التيم بتاعه. From now and on I will be proactive dentoneer. نحن نتعامل مع الألم بألم وبناخد فلوس مقابل هذا الألم. لازم نقدر ان المريض اللي قدامنا ده مش جاي يلعب. يمكن القاعدة دي مهمة، جولدن رول، حل مشكلتك مع المريض بحل مشكلة المريض نفسه. Today I'm proud to be a dentoneer. واي حد هيشوف الكورس اكيد حياته هتتغير وهيبقى برواكتيف وهيبقى دنتونير ان شاء الله. طب لو اديتك المعلومه واديتك التفكير الامثل في هذه المعلومه والاستخدام الامثل لهذه المعلومه، بعد اذن حضرتك استفيد. ممكن؟ استفدنا ويا رب احضر معاكم حاجه تانية قريب. احنا نشكر حضرتك جدا واستفدنا جدا جدا، وهنحاول ان احنا نطبق كده، بالذات ان احنا في ميل فالوقت عندنا مش كله مكثف. ما شاء الله احنا استفدنا كتير من الدكتور محمود النهارده وغيرنا تفكيرنا جذري، وان شاء الله هنحسن اسلوبنا معاه. يعني بيأهلك ازاي تتعامل مع المرضى بتوعك وازاي تدير عيادتك مظبوط، وكمان ازاي تستغل الوقت بتاعك كويس قوي. الموضوع مش بس مجرد دكتور اسنان، دي اسلوب حياه وفلسفه في التفكير وشغل في كل حاجه في حياه الدكتور الاسنان ككل. ان انا ادوس، يعني الواحد كان بيخاف يخاف يخاف يخاف، لكن بصراحه انا انبسطت ان الدنيا كده. مفيش حد في العالم يقدر يهز ثقتك بنفسك يا حبيبي. المريض اللي يصل لهذه المرحله نرجع للقاعده اللي قبلها، جابك ملعبه. اصغر نفسي ليه؟ انت مشكلتك مع المريض ولا مع مشكلته؟ مشكلتنا مع مين؟ مع مشكله المريض. مجنون هو؟ ملناش دعوه. لسانه طويل؟ ملناش دعوه. الواحد ما يتكسفش ويعرف قيمه نفسه. استفدنا كتير، استفدنا من الدكتور محمود وعلمه وخبرته. انا حسيت ان انا الدنيا اتشقلبت، واحسن حاجه بجد غيرت الفريم بتاع تفكيري خالص، ودنتونير مصطلح جديد جدا ولازم نمشي وراه كلنا يعني. بشكرك يا دكتور كتير قوي. شكرا لله. بصراحه دكتور محمود كان اداؤه رائع النهارده، وكل المعلومات اللي كلها مفيده جدا. ما عنديش حاجه اسمها ووكين بيشنت يخش يخبط يشتغل يروح، ما عنديش دي خالص، ما اعرفهاش. لازم ندرس الحاله الاول ونشوف الاوبشنز ونشوف الاكس رايز ونشوف القرار والتريتمنت بلان واتحرك مع المريض وانا متحضر. الدنتونير الدكتور المستنير اللي هو دكتور الاسنان اللي احنا عايزينه يبقى موجود دايما في العياده، واثق من نفسه، بيحافظ على وقته، بيحافظ على عيانينه، بيحافظ على كل الماتيريالز اللي موجوده عنده. الوقت بقى مهم جدا. مهما كنت في وزاره صحه، في عياده خاصه، في عياده راقيه، في عياده تحت بير سلم، حل مشكلتك مع المريض ترتاح من المريض. اذا القدره على ان هو يوصلك لمرحله الاستفزاز هو ده نجاحه. عشان كده بقول لك ايه؟ فورس يور سيلف تو فورجيت. كل شكر للدكتور محمود على حضوره النهارده والدكتور عبد الرحمن. بس ان شاء الله بعد ما خلاص بعد ما حضرنا الدنتونير خلاص احنا اللي هنيجي قبل اي حد. مباشره الاداره بنجاح اسمها قياده. الاداره بفشل اسمها مدير. مريض غتت عليك وزعق لك وبهدلك، لما يجي لك تاني مره خلاص انسى. انت ما عندكش صحه ولا وقت ولا مجهود تفكر في الاساءه. لا، دكتور الاسنان المصري ازاي يحط برنت في مهنه طب الاسنان على مستوى الوطن العربي، ده دوري.
بجد دوري، ودوري ان انا اوصلك للوطن العربي، ودوري ان انا احقق لك وظيفه بره، ودوري ان انا اساعدك لما تسافر بره، عشان دي رسالتي. ما تسالنيش ليه، بس ماي ميشن، انا حر. الطبيب بيقف عند الكتاب، الحكيم هو اللي بيحكم عقله في الكتاب. أشكركم بجد، اتشرفت بحضراتكم، وأنا بعد ربنا وتوفيقه واقف في المكان ده، علشان بعد ربنا وتوفيقه أمي دعت لي، ثم زوجتي واقفة جنبي الناحية التانية. يا جماعة shape your time to stand like me. Be better than me please. شكرا ليكم. والله 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 أنا اتشرفت بكم النهارده.